بين العميد مروان بوقر الوكيل العام مدير القضاء العسكري سير الأبحاث في قضايا تالا والقصرين، ليؤكد أن موضوع القناصة في هاتين المنطقتين هي مسألة حقيقية، وأن هؤلاء القناصة تابعين لأجهزة الأمن. التفاصيل في الكلمة التالية. فيما يتعلق بموضوع ما سمي بالقناصة، تبين قيام بعض أعوان من قوات الأمن الداخلي كانوا بزيهم النظامي ويرتدون أقنعة على شكلة القناصة باعتلاء أسطح مباني عالية، من ذلك مثلا أسطح كل من منطقة الحرس الوطني ومركز الأمن الوطني بحي زهور بالقصرين وبعض المنازل المجاورة، تسمح لهم باستهداف ضحاياهم في أماكن قاتلة، وهو ما تم فعلا في حالات عديدة. من خلال تقارير الطب الشرعي تبين إصابة العديد من الضحايا في أماكن قاتلة من الجسد على غرار الرأس والعنق والصدر، بالإضافة إلى وجود إصابات بالبطن والكتف، بما يؤكد أن عمليات الرمي كانت موجهة لإزهاق أرواح المستهدفين.